انا كنت السبب ان البيزنس بتاعي ما بيكبرش وانا مش واخد بالي. كنت فاكر ان انا لازم اكون بعمل كل حاجه بنفسي، انا اللي راجع كل حاجه، بس الحقيقه ان دي اكتر حاجه خسرتني وقت ومجهود وفلوس. اول مره حاولت ان انا اسيب حد يشتغل معايا، حسيت فجاه ان انا مشغله معايا عشان يفشل. كل تفصيله برجعها، كل حاجه برجع اعملها انا تاني، واقول بقى هو مش فاهم زيي، هو مش خايف على البيزنس زيي، وده كان غلط. بس امتى بقى فوق؟ لما جات لي رسالة لسه محتفظ بيها لحد النهاردة من 8 سنين من عميل كان عندي، قال لي أنا مش عارف انتوا شغالين كده ازاي. وقتها فهمت إن المشكلة إن أنا مش مدي الفرصة حد إن هو يشتغل، أنا حابس نفسي في تفاصيل كتير مش لازم أكون أنا اللي بعملها. وحتى لما قررت إن أنا خلاص لازم أبدأ أفوض شغل وأوزعه على الناس كانت بتغلط في الأول، بس بعد كده كانوا بيطلعوا أفكار وشغل أحسن حاجات اتعملت في المشروع أصلا من ساعة ما بدأته. فاللي عايز اقوله ان لو بتعمل كل حاجه بنفسك فانت بتكتب فشل مشروع بايدك. لازم تبدا تفوض، تبني سيستم تطوره كل شويه، وتدي فرصه لغيرك ان هم ينجحوك. محدش بينجح لوحده خالص.